اختفت من سريرها عام 2007 ولحد دلوقتي ملهاش أثر. وسؤال واحد بيطارد كل اللي يعرف القضية دي لحد النهاردة: ايه اللي حصل لمادلين؟ جيري وكيت الاتنين أطباء، عندهم عيلة بسيطة، طفلة اسمها مادلين في الوقت ده كان عندها 3 سنين، وعندهم توأمين صغيرين. قرروا ان هم ياخدوا عطلة ويطلعوا اجازة في منتجع سياحي اسمه برايا دي لوز، وكانوا قاعدين في شقة في الدور الأرضي في المنتجع ده. ليلة 3 مايو 2007 قرروا ان هم يروحوا يتعشوا مع أصحابهم في المنتجع في مطعم قريب جدا من الشقة، وقرروا ان هم كل نص ساعة كده بالتناوب يروحوا يطمنوا على الولاد. طبعا هم كلهم كانوا نايمين التلاتة، الاتنين التوأم في سرايرهم ومادلين في اوضتها، فسابوهم وكل نص ساعة كده بقوا يروحوا يتناوبوا كده يطمنوا عليهم. وبعد حوالي ساعة ونص الأم راحت عشان تطمن على ولادها، اتفاجئت إن شباك مادلين مفتوح والستاير كده بتطير من الهوا وهي مش موجودة في السرير. مادلين اختفت. طبعا كيت انهارت جدا وفضلت تصرخ وكل المنتجع اتلم حواليها. وطبعا أول 48 ساعة دول كانوا كارثيين، ناس كتيرة كانت جوه في الشقة، والأدلة طبعا اللي كانت موجودة راحت بسبب كتر الناس اللي دخلوا واختلاط الأدلة واختلاط البصمات جوه الشقة. جيران وصحفيين دخلت تصور، فالشقة بقت عبارة عن أدلة كلها مختلطة ببعض. في البداية بدأت الشرطة البرتغالية تحقيق موسع في المنطقة كلها، قلبوا المنتجع حتة حتة، ما لقوش لمادلين أي أثر. اضطروا إن هم يلجأوا لكلب بوليسي يعني بيشم ريحة الجثث وريحة الدم والكلام ده. والغريب ان الكلب البوليسي شم ريحة جثة في الشقة. مش بس كده، ده لقوا كمان آثار دم في العربية بتاعت كيت وجيري، واللي خلى الشرطة تعمل تحليل DNA للدم الموجود في العربية، ولكن كانت نقطة دم صغيرة وكان يعني التحليل مش كامل، كان تحليل جزئي، فما عرفوش يوصلوا لحاجة بالتحليل DNA ده. والنقطة دي خلت ناس كتيرة قوي تشك في كيت وجيري الأب والأم، ودخل وقتها على الخط محقق اسمه غونكالو أمارال، وده وقتها كان رئيس قسم المباحث الجنائية في المنطقة، وكان متولي الإشراف بنفسه على القضية دي. وأميرال كان مقتنع إن دي مش قصة خطف، وإن في حاجة غريبة وغامضة حصلت جوه الشقة. ريحة الجثة اللي لقوها جوه الشقة، سواء في السرير بتاع مادلين أو وراء الكنبة أو عند شنطة الأم، وكمان آثار الدم اللي لقوها موجودة في العربية اللي كانوا مأجرينها الزوجين، وده خلاهم ياخدوا عينة من الدم اللي لقوه في العربية ويحللوه تحليل DNA، ولقوا إن هو متطابق مع مادلين بنسبة جزئية. والنتيجة دي كانت كافية ان الشرطة تتأكد ان البنت ماتت جوه الشقة، وان اهلها حاولوا يخفوا الموضوع ده وطلعوا جثتها بره الشقة. وده اللي خلى أميرال في 7 سبتمبر 2007 يعلن رسميا ان الاب والام مشتبه فيهم رئيسيين. وبعد ساعات من الاستجواب، خصوصا الام كيت، لان هم خمنوا كده ان ممكن تكون اديتها مثلا منوم عشان تنام، فاديتها جرعة زيادة فيعني موتوها بالغلط. ولكن بعد استجواب ساعات ما كانش في أدلة قطعية، خصوصا ان تحليل DNA ما كانش الا تحليل جزئي، ما كانش مطابق بنسبة 100%، فوقتها شالوا الشبهة رسميا عن الام والاب. بس أميرال ما كانش مقتنع بكل ده، لدرجة ان هو كتب كتاب بعد كده اسمه الحقيقة عن الكذب، يتهم فيه الاهل ان هم اللي عملوا كده في بنتهم، وده ادى ان الاب والام يرفعوا عليه قضية تشهير. فرغم كده كان دايما الشكوك حوالين العيلة دي، هل فعلا هم بريئين من الموضوع ده ولا هم عارفين حاجة ومخبيينها؟ وفي سنة 2008 الشرطة البرتغالية قفلت القضية دي طبعا دون الوصول لأي حاجة. كان في ضغط جماهيري وإعلامي في بريطانيا إنه يعني اتهام بريطانيا إن هم سابوا الموضوع كده وسابوا القضية بكل سهولة تتقفل. وهنا اتدخلت الشرطة البريطانية سنة 2011 وبدأت عملية جديدة سمتها اوبريشن جرانج، والعملية دي كانت مراجعة شاملة لكل الأدلة والتفاصيل في القضية دي، حسابا يعني لا تكون الشرطة البرتغالية فاتها أي تفصيلة أو أي دليل. وكان عدد المحققين في العملية دي وقتها 30 ضابط. والشرطة البريطانية كانت عاملة ميزانية ضخمة جدا للتحقيق في القضية دي.
وراجعوا وقتها كل الأدلة والوثائق وكل الشهود، لأن كان في شهود وقتها اللي كان بيقول إن هم شافوا شخص مثلا وصفوه إن هو كان شايل طفلة في الوقت ده، وطلع في النهاية بعد التحقيقات إن هو واحد من جيرانهم وكان شايل بنته عادي. فراجعوا كل الأدلة وكل الوثائق وكل حاجة كانت موجودة في التحقيقات في الوقت ده، واكتشفوا إن كان في جرائم خطف أطفال مشابهة حصلت في المنطقة دي في الوقت ده، وفضلوا يجمعوا في أوصاف كل المشتبه فيهم في الجرائم دي في الوقت ده. وهنا الحكومة الألمانية أظهرت اسم المشتبه به كريستيان بروكنر، وده كان سنة 2020، وده كان واحد عنده سجل اعتداءات لأطفال بالهبل، وكمان كان ساكن في الوقت اللي اختفت فيه مادلين في منطقة قريبة من المنتجع. ولما راجعوا تليفونه لقوا انه كان موجود في نفس المنطقة اللي حصل فيها اختطاف مادلين في نفس اليوم وفي نفس الوقت. والشرطة الألمانية وقتها أعلنوا رسميا ان هو مشتبه فيه رئيسي في القضية دي، ولكن رغم كل ده ما كانش فيه دليل دامغ ان هو مرتكب الجريمة دي. وفي سنة 2025 رجعت اتفتحت القضية تاني، وكان فيه تحقيق مشترك بين الشرطة الألمانية والبرتغالية، استخدموا فيها الرادارات الأرضية وكلاب البحث، فضلوا يحفروا في الأماكن القريبة من مكان المنتجع، ولكن النتيجة كانت صفر، لا جثة ولا أي أثر ولا أي DNA جديد. وفضلت القضية دي لحد النهاردة من أكبر ألغاز القرن، اختفاء بدون جريمة واضحة، بدون جثة، بدون أثر، بدون دليل واضح، وسؤال واحد بيطارد كل اللي يعرف القضية دي لحد النهاردة: ايه اللي حصل لمادلين؟ ودي كانت قضيتنا النهاردة. يا رب القضية تكون عجبتكم، ما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعكم، وشكرا جدا على مشاهدتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد وقضية جديدة، وباي باي.